السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في أحسن حال. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله باش نحضروا مع بعضنا وصفة مزيانة برشا طلبتوها مني بكثرة. وصفتنا اليوم هي خبزة جاتو على طريقة المحلات، باش نحضروها بطريقة احترافية في نفس الوقت بطريقة مبسطة وسهلة، باش أي واحدة منكم تنجح في الطريقة هذه ولو من أول مرة. بالنسبة للجاتو متاعنا ممكن تحضروه لجميع مناسباتكم، يجي بنين برشا يذوب في الفم. وباش تشوفوا معايا جميع المراحل، كيفاش نحضروا جينواز فاني، كيفاش نحضروا جينواز كاكاو، كيفاش نحضروا السيرو اللي نسقيو به الجاتو، كيفاش نحضروا كريمة الزبدة، كيفاش نحضروا غناش، لكن باش نحضروا غناش اقتصادي بالماء بدون كريمة سائلة. وباش تشوفوا معايا طريقة تزيين الجاتو وكيفاش نستغلوا الأحراف نتاع خبزة الجاتو باش نحضروا بهم دي فيغين سكري. إن شاء الله الفيديو هذا يفيدكم ويقدم لكم الإضافة. وإذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل ممكن تتواصلوا معايا على جروب فيسبوك القناة كويزين باي إينال. اليوم في الفيديو هذايا ما جيتكمش وحدي وجبت لكم معايا قناة تونسية مزيانة برشا، قناة مطبخ أم يوسف التومي، قناة تونسية غنية بالوصفات المزيانة، فيها المالح وفيها الحلو، فيها التقليدي وفيها العصري. اليوم جبت لنا وصفة مزيانة برشا، ميلفوي سالي، ميلفوي مالح، هذايا هو الشكل متاعو، ميلفوي بريستيج، يصلح باش تحضروه لجميع مناسباتكم، وأكيد على قد ما هو مزيان على قد ما هو بنين. إن شاء الله تمشيوا لها في قناتها وتشجعوها وتتبعوها، تستاهل أنكم تشجعوها وتشوفوا الوصفات متاعها وتستفادوا منهم. بالنسبة للرابط متاع القناة تو نخليه لكم في صندوق الوصف باش تمشيوا لها في قناتها وتتبعوها في الوصفات متاعها. وتوا نتعداو باش نشوفوا مع بعضنا مكونات الوصفة متاعنا وطريقة التحضير. وتوا باش نبداو بسم الله. لهنا اول حاجه باش نحضروا جينواز الفاني. للوصفه متاعنا نستحقوا 4 بيضات من الحجم الكبير يكونوا بحراره الغرفه، باش نستعملوا الاصفر والابيض. عندنا 75 غرام من الفارينه نتاع الحلويات نوعيه جيده، 25 غرام من النشاء او المايزينا والا دقيق الذره، وعندنا ذره صغيره متاع ملح، 100 غرام متاع سكر، السكر العادي الخشن، وعندنا لهنا زوز اكياس من روح الفانيليا، تستعملوا نتوما اي نوعيه عندكم. وعندنا لهنا مكون أساسي إذا كان تحبوا تحضروا جاتو احترافي كما يحضروه في المحلات. هذا لهنا هو المحسن الغذائي اللي هو الجيلك وإلا ليمولسيفيون، يسألوا فيا برشا عليه باش نحكي لكم شوية عليه. المكون هذا يخلي الجينواز متاعنا طرية وبنينة برشا، وتكون كيما اللي بيعوها في المحلات مش كيما اللي نحضروها عادية في الدار، باش نستعملوا منه 15 غرام فقط. بالنسبة للجيل الناس اللي موجودين في تونس تلقاوه يتباع عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات، ماهوش غالي برشا، ممكن تاخذوا منه حتى 100 غرام بركة، السعر متاعها تقريبا 2 دينار. بالنسبة للناس اللي تعيشوا لبرا ما تلقاوش حلال على خاطر ياخذوه من مصادر حيوانية يكون من الجيفة. تو نخلي لكم رابط متاع موقع تشريوه فيجيتال من مصدر نباتي، ممكن تستعملوه وتحضروا به الحلويات متاعكم. وبالنسبة للناس اللي تخدموا لي كوموند الكبار تلقاوها أيضا عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات، تاخذوا منه كمية كبيرة وأكيد تحتفظوا به في الثلاجة. أول حاجة لهنا حطيت ذرة الملح على الحبات متاع البيض. باش نكمل لهنا توا نحط الذرة متاع روح الفانيليا، هذوما أكياس فيهم ذرة صغيرة، انتم تنجموا تستعملوا الفانيليا اللي تكون على شكل سكر حبيبات وإلا فانيليا سائلة، كل شيء مع بعضه. هذاك علاش قلت لكم المحسن الغذائي يسهل علينا عملية الخدمة. من بعد باش نضيفوا كمية النشا، كمية الفارينة والملعقة اللي فيها 15 غرام من المحسن الغذائي، ونحطوهم يطلعوا في الخلاط الكهربائي يتركضوا مليح مليح مدة 10 دقائق تقريبا، حتى لين الخليط متاعنا يبيض يكون عنا حاضر. هذه كمية النشا. نكملوا لهنا توا نحطوا كمية الفارينة وكمية السكر وال15 غرام تاع المحسن الغذائي. كما شفتوا حطينا كل شيء مع بعضه ونحطوهم يطلعوا مليح في الخلاط الكهربائي. لكن الطريقة هذه ما تنجموا تطبقوها إلا إذا كان استعملتوا المحسن الغذائي، هذايا هو ممكن تطبقوا الطريقة هذه وتنجح معكم. لهنا تو نحطوا كل خليط متاعنا يتركض في سرعة مرتفعة، المكونات الكل مع بعضهم نحطوهم يتركضوا مدة 10 دقائق حتى لين الخليط متاعنا يتضاعف الحجم متاعه تقريبا 3 مرات، يولي أبيض ويولي خفيف. تو تشوفوا من بعد القوام اللي لازم نتحصلوا عليه. بالنسبة للمقطع هذايا لهنا سرعته على خاطر مرحلة طويلة 10 دقائق مانيش نصورها في الفيديو، فقط قلت لكم عليها. وبالنسبة للطريقة متاع تحضير جنواز الكاكاو هي نفس المراحل ونفس المكونات، فقط فما مكون واحد باش نستغنوا عليه نعوضوه بمكون آخر اللي هو النشاء وإلا المايزينا.
دقيق الذرة هذاك شفتوا في الجنواز متاع الفاني حطينا 25 جرام من شاي، هذيك باش نستغنيو عليها في الجنواز متاع الكاكاو ونعوضوها ب 25 جرام من الكاكاو المر. توا من بعد نرجع لكم باش نوريكم كيفاش باش نحضروها. لهنا توا فك الوقت اللي خلينا الخليط متاع الجنواز يتركض باش نحضروا البلاتو اللي باش نطيبوا فيه الجنواز. بالنسبه للبلاتو هذايا خاص بتحضير الجنواز لازم الارتفاع متاعو يكون قليل، ما يفوتش 1 سنتيمتر، 1 سنتيمتر الارتفاع متاعو سنتي، باش كيف تفرغوا فيه الخليط متاع الجنواز يتوزع الكل بالتساوي، ما تجيش جهه عاليه وجهه واطيه. موجودين لي بلاتو هذوما متوفرين بالنسبه للناس اللي تعيشوا في تونس تلقاوهم، وفي اي دوله متوفرين، وحتى اونلاين زاده تلقاوهم. تو نخلي لكم رابط متاع موقع بالنسبه للناس اللي يعيشوا لبرا منين تشريوا البلاتو هذايا. بالنسبه للبلاتو متاعنا قبل ما نحطوا فيه الورق متاع الفرن ندهنوه بكميه من الزيت النباتي، نوزعوا فيه كميه باهيه بالبانسو، ندهنوه الكل ونلصقوا فيه من بعد الورق متاع الفرن. هذاك يساعدنا باش تلصقك الورقه هذيك، وكيف نوزعوا فيها الخليط متاعنا ما تقعدش تتحرك. وفي نفس الوقت الورقه هذيا بعد ما نحطوها كما شفتوا تلصق تشد بلاصتها، نزيدوا حتى هي نصبوا فوقها شويه زيت نباتي، ماذا بيكم زيت بنين، زيتك التورنوزول والا المايس، زيت باهي، فرغوه على الورقه ذيك وتدهنوها كلها بالبانسو. هذايا هو لهنا عنا حاضر باش من بعد الجنواز متاعنا كيف نطيبوها تجينا ناجحه وتتنحى بكل سهوله. لهنا توا الخليط متاعنا حضر، نتحصلوا على خليط خفيف اللون متاعو فاتح والحجم متاعو يتضاعف تقريبا 3 مرات. بالنسبه للفرن راني حطيته يسخن على 180 درجه من وقت اللي حطيت الخليط هذايا يتركض. هذايا هو الخليط متاعنا كيفاش لازم تتحصلوا عليه. توا لهنا باش نحاولوا نوزعوا بالتساوي في البلاتو متاعنا. لهنا توا متبقى لنا كان نفرغوا الخليط متاعنا في البلاتو، وماذا بيكم تستعملوا بلاتو خاص بتحضير الجنواز الارتفاع متاعو سنتي واحد، باش كيف تجيو توزعوا الخليط متاعكم يتوزع لكم قد هو والارتفاع، ما تقعدوش تجيكم جهه عاليه وجهه واطيه وتلقاو صعوبه في السويان متاع الخليط متاعكم. تشوفوا كيفاش باش نستويه بكل سهوله، على خاطر البلاتو اللي استعملته الارتفاع متاعو سنتي واحد، والمكونات هذوما خاصين بالطبق هذايا الكبر متاعو 40 سنتيمتر في الطول على 30 سنتيمتر في العرض. لهنا توا باش ندخلوا الجنواز متاعنا الطيب في فور سخون على 180 درجه، سخنته قبل بوقت، لكن كي باش ندخلها توا باش نطفي النار الفوقانيه نخليها طيب تقريبا 7 دقائق على نار ملوطه، واخر 3 دقائق نخلي لها النار ملوطه ونزيد نشعللها من الفوق باش تتحمر شويه، وانتم تردوا بالكم على حسب الفرن اللي عندكم، لكن في الاجمال تاخذ تقريبا 10 دقائق. لهنا توا في الوقت اللي حطينا جنواز الفاني طيب باش نحضروا جنواز الكاكاو. نفس المكونات، عنا 4 بيضات بحرارة الغرفة من الحجم الكبير الأصفر والأبيض، ضفنا عليهم 100 جرام من السكر، باش نضيفوا عليهم 25 جرام من الكاكاو المر متوفر عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات، وباش نستعملوا 75 جرام من الفارينة اللي هي دقيق الطحين الأبيض نوعية جيدة متاع حلويات، وعنا ذرة صغيرة متاع ملح، وعندنا 15 جرام من الجلك. بالنسبة للسكر فاني وإلا روح الفانيليا ما استعملتش على خاطر نكهنا بالكاكاو. نفس المكونات توا باش نحطهم يتركضوا مليح في الخلاط الكهربائي ونرجعوا من بعد باش نوريكم النتيجة. هذه هي توا الجنواز متاعنا حضرت، تجي ما شاء الله ناجحه 100% ومزيانه برشا وخفيفه وطالعه. لهنا مازلت ما بردتش 100%، لكن انا حاجتي بالبلاتو باش نطيب فيه الجنواز متاع الكاكاو. اذا كان عندكم 2 بلاتو يكون احسن، لكن بالنسبه للجنواز ما تنحيوهاش من الورق متاع الفرن الا ما تبرد 100%. لهنا توا باش نغطيها بمنديله نخليها من بعد حتى كي تبرد نرجعوا نحيو لها الورق متاع الفرن. وبالنسبه للبلاتو باش نعملوا له نفس العمليه، ندهنوه بالزيت، نحطوا فيه ورق الفرن، والورق متاع الفرن نعاودوا ندهنوه بالزيت باش نطيبوا فيه الجنواز الثانيه. لهنا توا هذايا هو الخليط متاع جنواز الكاكاو، نفس الطريقه كما عملنا في جنواز الفاني، باش نوزعوه بالتساوي وباش ندخلوه نطيبوه على 180 درجه مده 10 دقائق ما اكثرش. بالنسبه للفرن يكون سخون اكيد. وبالنسبه للفور متاعكم ماذا بيكم تردوا بالكم على حسب النوعيه اللي عندكم. انا كما قلت لكم بالنسبه للفور متاعي نطيب فيه تقريبا 7 دقائق من اللوطه، نحطها في الوسط، واخر 3 دقائق نزيد نشعللها من الفوق تكمل تتحمر شويه وتكون عنا حاضره. من بعد نرجع لكم باش نوريكم النتيجه اللي لازم نتحصلوا عليها.
هذه هي توا الجينواز نتاع الكاكاو طابت وحضرت. ما تبقى لنا لهنا توا كان باش نغطيوها نخليوها تبرد 100% ونرجعوا لها وقت اللي باش نبداو ونحضروا المونتاج نتاعنا. بالنسبه للي دو جينواز هذوما حضرتهم قبل بنهار، واحسن حاجه انكم تحضروا الجاتو نتاعكم على مراحل، وخاصه بعد ما تسقيوه بالسيرو وتحطوا له الكريمه نتاعكم لازم تبيتوه باش يتشرب الكريمه نتاعو والسيرو ويجي الطعم نتاعو بنين كيما اللي تشريوه من المحلات. لهنا تو باش نتعداو للمرحله الثانيه. في المرحله الاولى حضرنا لي جينواز. المرحله هذه باش نحضروا فيها زوز انواع نتاع سيرو. السيرو الاول باش نستعملوه في تحضير كريمه الزبده، والسيرو الثاني باش نسقيو به الجينواز نتاعنا. السيرو اللي باش نستعملوه في تحضير كريمه الزبده باش يكون عاقد، بينما السيرو اللي باش نسقيو به الجينواز نتاعنا باش يكون خفيف كيما الماء. لهنا خذيت 300 غرام نتاع سكر حطيتهم في الكاسرونه، وباش نضيف عليهم 60 مليلتر من الماء العادي. 60 مليلتر ما يعادل 60 غرام، ومن الأحسن توزنوا بالجرام على خاطر الجراماج يعطيكم ميزان مضبوط خير. لهنا نحاول نحركهم شوية في مرحلة أولى. وبالنسبة للسيرو الخفيف عملية الطهي متاعو تكون مدتها قصيرة مش كيما السيرو الآخر، وتكون عملية الطهي متاعو زادة سهلة. بالنسبة للسيرو هذايا الخفيف باش نستحقوا 200 غرام سكر عليهم 400 مليلتر من الماء، يعني الماء ضعف السكر، وباش نحطوهم يغليو. من وقت اللي يغلي كالسيرو الخفيف نخليوه 5 دقائق ونطفيو عليه النار، نخليوه يبرد ونستعملوه باش نسقيو به الجينواز متاعنا. عملية الطهي متاعو سهلة ماهلة. بالنسبة للسيرو هذايا اللي باش نحضروا به كريمة الزبدة اللي استعملنا فيه 300 غرام سكر و60 مليلتر من الماء، هذيك باش نستعملوا فيه مقياس الحرارة. وقت اللي يوصل 114 درجة باش نحطوا 4 بيضات في الخلاط الكهربائي يطلعوا مليح في الباتور مع ذرة صغيرة متاع ملح. وقت اللي يوصل الخليط متاعنا ل 118 درجة نطفيوه على كالسيرو ونهزوه مباشرة ونضيفوه على شكل خيط على كل كمية متاع البيض، ونكملوا نطلعوه في الباتور حتى لين يولي الخليط متاعنا أبيض. تو تشوفوا من بعد كيفاش باش تكون العملية. لهنا تو باش نحركهم شوية ونخليهم حتى لين يوصلوا درجة الغليان، ومن بعد نرجع لكم باش نكملوا عملية الطهي. لهنا توا خلينا كل لي دو سيرو هذوكم يوصلوا لدرجة الغليان. في نفس الوقت لهنا خذيت 4 بيضات من الحجم الكبير بحرارة الغرفة حطيتهم في الباتور، وباش نستعملوا 500 غرام من الزبدة. الزبدة هذه حيوانية نوعية جيدة، الطعم متاعها بنين برشا. ماذا بيكم تستعملوا زبدة بنينة باش تجيكم كريمة الزبدة بنينة. على حسب البلاد اللي انتم موجودين فيها تستعملوا زبدة باهية. إذا كان باش تعملوا جاتو متاع مرة متاع مناسبة ماذا بيكم تخدموا له بحاجات بنينة. بالنسبة للزبدة لازم تكون بحرارة المطبخ، تخرجوها قبل بوقت تخليوها في المطبخ، ما يلزمش تكون سايلة في نفس الوقت زيادة ما يلزمهاش تكون يابسة. لهنا خذيت قرصة صغيرة متاع ملح ضفتها على كل 4 بيضات، ونخليوها كل 4 بيضات لهنا تو في الباتور من غير ما نركضوهم. نمشيو تو نقيسوا درجة الحرارة متاع السيرو متاعنا، لازم يوصل ل 114 درجة باش نبداو نركضوا البيض متاعنا. لهنا توا هذوما هما لي دو سيرو نتاعنا بداو يغليو. بالنسبه للسيرو الخفيف راهو يغلي قبل ما يغلي السيرو الاخر الثقيل. بالنسبه للسيرو الخفيف من وقت اللي يغلي تقريبا 4-5 دقائق يكون عندكم حاضر، طفيوا عليه النار من غير ما تقيسوا له درجه الحراره من غير حتى شيء، يكون حاضر تخليوه يبرد وتستعملوه. بالنسبه للسيرو هذا اللي باش نستعملوه في تحضير كريمه الزبده باش نوصلوه حتى ل 114 درجه، باش نستعمل لهنا مقياس الحراره. وتو من بعد نوريكم طريقه كيفاش تعرفوا اللي السيرو نتاعكم احضر من غير ما تقيسوا له درجه الحراره. وقت اللي يوصل عنا 114 درجه نحطوا كالباتور هذاك يبدا يركض في البيض، ووقت اللي يوصل عنا 118 درجه نطفيو عليه ونهزوه نضيفوه على شكل خيط على الخليط نتاع البيض. لهنا توا السيرو نتاعنا وصل ل 114 درجه، حطينا البيض بدا يتركض، نكملوا نوصلوا السيرو نتاعنا 118 درجه ونطفيو عليه النار ونجيو نضيفوه على البيض نتاعنا. لهنا السيرو نتاعنا وصل ل 118 درجه. تردوا بالكم العمليه لازم تكون سريعه جدا، يعني الباتور لازم تكون قريبه بحث السيرو على خاطر وقت يتوصلوا 114 درجه راهو في ساعه ما يوصل ل 118 درجه بالزربه تخدموا الباتور نتاعكم وتوصلوه ل 118 درجه. لهنا باش نوريكم الطريقه اللي باش تعرفوا بها اذا كان ما عندكمش الترمومتر. تهزوا شويه من السيرو تحطوه في صحفه وتهزوا الكميه ذيك اللي حطيتوها في الصحفه وتشوفوها شويه بين صوابعكم. اذا كان عملت الخيط هذايا خط متواصل هكا ماهوش متقطع يعني السيرو نتاعكم حاضر وممكن تحضروا به كريمه الزبده نتاعكم. توا لهنا باش نهزوه مباشره نضيفوه على البيض.
هذايا هو توا البيض متاعنا اللي حطيناه ركضناه الوقت اللي وصل فيه السيرو ل 118 درجة. كما قلت لكم وقت اللي يوصل السيرو 114 درجة تحطوا البيض يتركض معك القرصة متاع الملح. توا لهنا في المرحلة هذيا بديت نضيف في الكمية متاع السيرو على شكل خيط بشوية بشوية. السيرو متاعنا سخون والبيض لهنا قاعد يتركض مع السيرو على سرعة مرتفعة. لهنا باش نزيد نقوي في الباتور تحطوا أقوى سرعة متاع الباتور متاعكم وتقعدوا لهنا تعملوا في العملية ذي حتى لين تكملوا كمية السيرو اللي عندكم الكل. في نفس الوقت نخليو الخليط متاعنا يتركض باش درجة الحرارة تطيح. من بعد كي باش نضيفوا الزبدة لازم الخليط متاعنا يكون بارد، ما كانش إذا كان نضيفوا الزبدة والخليط سخون راهي الزبدة تذوب والكريمة متاع الزبدة ما تنجحش معاكم. لازم الخليط يولي بارد باش من بعد نضيفوا عليه كمية الزبدة. كما شفتوا لهنا نضيف في السيرو على شكل خيط بشوية بشوية، ما تصبوهش مرة واحدة كما نعملوا في المورانغ ايطاليان اللي نحضروا به المكارون. نفس الطريقة. في نفس الوقت لهنا وانتم تركضوا تحسوا الخليط متاعكم ثقال والبيض ذيك ولا خفيف وليت عندكم موس عاقدة، لكن تكملوا في عملية الركضان حتى لين يبرد الخليط وتطيح درجة الحرارة. وإذا كان الباتور متاعكم تخافوا عليها لا تتحرق ولا تسخن في ساعة تنجموا توقفوا شوية تبرد شوية وتكملوا نفس العملية باش تطيحوا في درجة الحرارة وهكيك تنجح معاكم كريمة الزبدة. لهنا توا كملت ضفت كمية السيرو الكل كما شفتوا الخليط متاعنا ولا عاقد. في المرحلة هذه باش ننكه بالفانيليا باش نضيف 3 أكياس من روح الفانيليا. انتوما تستعملوا أي نوعية متوفرة عندكم. في نفس الوقت باش نكمل نركض الخليط متاعي باش نطيح في درجة الحرارة ومن بعد نتعداو باش نضيفوا كمية الزبدة. لهنا توا الخليط متاعنا برد. في المرحلة هذه باش نبداو نضيفوا كمية الزبدة بشوية بشوية. نعاود نذكركم الزبدة لازم تكون بحرارة الغرفة كما شفتوا قطعتها إلى مكعبات باش نسهل العملية. ما تكونش زبدة ذايبة وما تكونش زادة زبدة يابسة برشا، بين بحرارة الغرفة باش تنجح معاكم كريمة الزبدة. توا لهنا نقعدوا نضيفوا زبدة بشوية بشوية. بالنسبة للمقطع هذا راني سرعته باش ما يكونش الفيديو طويل لكن العملية واضحة. نقعدوا نركضوا على سرعة مرتفعة ونضيفوا الزبدة بشوية بشوية حتى لين نتحصلوا على كريمة زبدة بالقوام المطلوب. لهنا توا كريمة الزبدة متاعنا حضرت نتحصلوا عليها بالقوام هذيا. توا لهنا في المرحلة هذيا باش نبداو نخدموا المونتاج متاع الجاتو متاعنا مباشرة. بالنسبة لكريمة الزبدة كيف تحضروها تخدموا بها مباشرة باش هكاك ما تعبكمش، وإذا كان فات منكم حطيتوها في الثلاجة وباش تجبدوها تخدموا بها لازم تخليوها ترجع بحرارة الغرفة وتعاودوا تركضوها شوية باش تنجموا تخدموا بها بسهولة. هذه هي كريمة الزبدة متاعنا. يجي القوام متاعها روعة وتجي بنينة برشا، ان شاء الله تجربوها وتحكموا عليها. كما شفتوا طريقة التحضير متاعها سهلة ماهلة، فقط لهنا ما صورتش المرحلة كاملة على خاطر مرحلة طويلة تقعدوا تركضوا فيها حتى لين يوصل القوام متاعها يولي على الشكل هذايا. لهنا توا باش نبداو نخدموا المونتاج متاع الجاتو متاعنا مباشرة بعد ما حضرنا كريمة الزبدة. عندي الكادر هذايا مستطيل يكبر ويصغر، وعندي سيبور هذايا يتباعوا عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات باش نحط عليه الجاتو متاعي. بالنسبة للجاتو الحجم متاعه باش يكون 15 على 20 قد النصف متاع الجينواز اللي حضرناها. حضرنا جينواز الكبر متاعها 30 على 40 والجاتو متاعنا باش يكون 15 على 20. لهنا اول حاجه حطيت شويه من كريمه الزبده في القاعه متاع السيبور باش هكاكا كيف نحطوا القطعه الاولى متاع الجينواز تلصق والجاتو متاعنا يجي راكح وما يتحركش. بالنسبه للجاتو متاعنا باش يكون متكون من 4 طبقات، كل جينواز قسمتها في 2 باش نتحصلوا على 2 طبقات متاع فاني و2 طبقات متاع كاكاو. هذايا لهنا توا السيرو اللي حضرناه، السيرو اللي متكون من الماء والسكر باش نسقيو به الجينواز متاعنا مليح مليح بالبانسو. لهنا لازم نسقيوها مليح مليح باش تجي الجاتو متاعنا بنينه وشاربه. توسعوا بالكم لهنا تسقيوها مليح. من بعد باش نعملوا اول فرشه متاع كريمه زبده، ومن بعد في الطبقه الثانيه باش نحطوا طبقه متاع كاكاو. لكن قبل ما نحطوا الطبقه متاع الكاكاو باش نحطوا حاجه اخرى مع كريمه الزبده، والحاجه هذه اللي باش نوريها لكم من بعد تقعد اختياريه على حسب القدره متاعكم وعلى حسب امكانياتكم. لكن الأساس في الجاتو هذايا هو السيرو اللي نسقيو به الجاتو وكريمة الزبدة.
من بعد انتوما على حسب الرغبة متاعكم تنجموا تضيفوا أي نوع زيادة متاع مكسرات إذا كان توفر عندكم. لهنا باش نعمل طبقة خفيفة من كريمة الزبدة، ما تكثروش برشا. بالنسبة للكمية اللي حضرتها عملت بها 3 طبقات متاع كريمة زبدة، وقعدت لي كمية أخرى من بعد ضفت لها الكاكاو وعاودت ركضتها وخدمت بها لي فيغين سكري اللي شفتوهم في أول الفيديو وتوا من بعد نشاركهم معاكم. لهنا تحاولوا توزعوا الكريمة بالتساوي. بالنسبة للسيبور هذا اللي خدمت فيه يكبر ويصغار على حسب الحجم اللي تحبوه انتوما، يوصل الكبر متاعو حتى 60/40. لي سيبور هذوما موجودين ومتوفرين ويتباعوا عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات. وبالنسبة للجاتو كي تخدموه على شكل مستطيل يطيح أقل ديشي ويعطيكم كمية كبيرة. حاولوا لهنا توزعوا الكريمة بالتساوي، تستعملوا أي سباتيول عندكم. لهنا توا بعد ما كملت تسويتك الطبقة الأولى متاع الكريمة ما تحطوش كمية كبيرة، باش نحطوا توا طبقة من المربى متاع التوت. هذه عندي الفرامبواز نشريه حاضر، إذا كان توفر عندكم ممكن تستعملوه، الطعم متاعو بنين برشا روعة ويجي بنين برشا في الجاتو. وإذا كان ما توفرش عندكم تستغنوا عليه، ممكن زيادة تستعملوا المربى متاع الفراولة حتى هو زيادة يعطيكم نتيجة مزيانة. باش نعمل منه لهنا توا طبقة فوق كريمة الزبدة، ومن بعد باش نتعداو ونحطوا الطبقة الثانية متاع جنواز الكاكاو ونسقيوها بنفس الطريقة ونحطوا فوقها زيادة طبقة من كريمة الزبدة. تحاولوا لهنا تنزلوا عليها شوية تستويوها، وباش نسقيوها بكمية من السيرو كيما عملنا في طبقة الفاني الأولى. بالنسبة للجاتو متاعكم كيف يكون متشرب كمية السيرو تتحصلوا على جاتو بنينة، وأقل شيء لازم تحضروها قبل بليلة، لازم يبات ليلة كاملة باش يرتاح ويتشربك السيرو متاعو ويجيكم بنين كيما الجاتو اللي تشريوه من المحلات. بالنسبة للطبقة لهنا متاع جنواز الكاكاو مانيش باش نحط عليها من بعد كمية من الفرامبواز، لكن باش نحط عليها كمية من جوز مهروش هكاكا، قطعة متاع جوز اللي هو النوا. نتوما ممكن تعوضوه بأي نوع متاع مكسرات، وممكن زيادة تستغنيوا على المكسرات وعلى الفرامبواز وتكتفيوا فقط بكريمة الزبدة على حسب الإمكانيات اللي عندكم. نفس الشيء لهنا نحطوا طبقة خفيفة من كريمة الزبدة. بالنسبة للمقطع اللي حطيت فيه الكمية متاع الجوز ما تصور ليش، لكن العملية واضحة، انتوما ممكن تعوضوه بأي كمية متاع مكسرات، لوز، فستق، بفريوة، على حسب الرغبة متاعكم. تستويوها لهنا ما تكثروش كمية كبيرة، ونتعداو من بعد باش نحطوا الطبقة الثالثة اللي باش تكون من جنواز الفاني. لهنا توا حطينا الطبقة الثالثة من جنواز الفاني، نحاولوا ننزلوا عليها نسقيوها بالسيرو كيما عملنا في المرحلة الأولى والثانية. من بعد باش نعملوا لها طبقة من كريمة الزبدة، وباش نحطوا عليها كمية من الفرامبواز. لهنا نعاود نقولكم الأساس في الجاتو هذايا هو لي دو جينواز، الجينواز متاع الفاني والجينواز متاع الكاكاو والسيرو اللي نسقيو بيه وكريمة الزبدة. من بعد انتوما على حسب الرغبة متاعكم، الذوق، وعلى حسب الإمكانيات تنجموا تضيفوا أي نوع متاع مكسرات وتحطوا أي نوع متاع كريمات على حسب الرغبة متاعكم. لكن الجاتو هذايا ساهل، ماهوش غالي برشا، زادا يتكلف، وفي نفس الوقت زادا يجي بنين وتنجموا تحضروه لجميع المناسبات. لهنا توا باش نكملوا بكمية من الفرامبواز نوزعوها بالتساوي. آخر حاجة باش نحط الطبقة متاع جنواز الكاكاو، نسقيها مليح بالسيرو ونغلف الجاتو متاعي مليح بالبابي فيلم ونحطه في الثلاجة. بالنسبة لي أنا باش نبيتو ليلة كاملة، ومن غدوة باش نكمل نخدم له آخر مرحلة باش نحضروا الجناش متاع الشوكولا ونزينوا الجاتو متاعنا. بالنسبة لكم انتوما إذا كان باش تحضروا في نفس النهار لازم أقل شيء تخليوه في الثلاجة 4 ساعات، وإلا تدخلوه للمجمد للكونجيلاتور من 2 حتى ل3 ساعات وتخرجوه باش تكملوا تخدموا له الجناش متاعه وتزينوه باش تجيكم الفينيسيون مرتوبة. لكن من الأحسن أنكم تبيتوه على خاطر الجاتو كيف يبيت يولي أبن في الطعم متاعه، يتشربك السيرو والكريمات وتتحصلوا على نتيجة مزيانة. والجاتو اللي تشوفوه يتباع في المحلات هذيك راهو ما يحضروش في نهارته، لازم ديما يكون حاضر قبل بنهار. نسقيوه لهنا توا بكمية باهية متاع سيرو ونغلفوه بالبابي فيلم، خاصة إذا كان باش تبيتوه باش هكاكا ما يتشربش نكهة أخرى متاع ماكلة مثلا في الثلاجة ولا حاجة أخرى عندكم في المجمد، تقعد الطعمة متاع الجاتو بنينة.
نحاول لهنا نرص عليها شوية، ونتقابلوا إن شاء الله تو في آخر مرحلة باش نحضروا الجناش ونزينوا الجاتو متاعنا. لهنا تو من يوم من غدوة تعدينا للمرحلة الثالثة باش نحضروا الجناش متاع الشوكولا وباش نزينوا خبزة الجاتو متاعنا. عندي لهنا طنجرة بالماء، خذيت الكسرونة هذية باش نذوب الشوكولا متاعنا في حمام مائي. بالنسبة للجناش هذية احترافي واقتصادي في نفس الوقت، مانيش باش نستعملوا الكريمة السائلة باش نعوضوا الكريمة بالماء. بالنسبة لي أنا نستعمل الشوكولاتة هذية أتوابع كبار، شوكولا إكسترا فوندونت، بنينة في الطعم متاعها وماهيش غالية زيادة في السعر متاعها. عندي لهنا 300 جرام. بالنسبة للناس اللي في تونس ما تستعملوش الباتا جلاس على خاطر ماهيش بنينة وما تعطيكمش نتيجة باهية. بالنسبة للناس اللي باش تحضروا خبزة جاتو متاع مرة ممكن تستعملوا شوكولا دو كوفرتور اللي تكون طبليات صغار، تستعملوا مثلا نوعية متاع سعيد وإلا نوعية متاع مايسترو تحضروا بها الجاتو متاعكم. ما يعادل 300 جرام إذا كان عملتوا القياس متاع الجاتو اللي عملته أنا، الطبليات اللي يكون الشكل متاعهم كيما هكا. بالنسبة للناس اللي باش تخدم كوموند كبيرة ممكن تشريوا من عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات. فما دو مارك باهين في تونس، فما نوعية سبيبا وفما نوعية أخرى زيدا جولد يخدموا بيهم الناس اللي تخدم لي كوموند الكبار، ممكن تستعملوهم باش تحضروا بيهم الجناش متاعكم. لهنا تو باش نبداو نذوبوا الشوكولا متاعنا وباش نقصوا لها في النار في المرحلة ذي نخليوها تذوب على راحتها. لهنا فما مكون آخر تو باش نضيفوه على الشوكولاتة اللي هو سكر جلاس. بالنسبة للسكر جلاس باش نستعمل لهنا 3 ملاعق على 300 جرام من الشوكولا، باش نستعملوا 3 ملاعق متاع سكر جلاس. لكن الملاعق اللي استعملتهم لهنا ملاعق عادية، باش نوريكم القياس متاع الملعقة كيفاش. باش هكاك انتوما ما تستعملوش ملعقة مكومة، خاطر راهو فما فرق كبير بين ملعقة عادية ماهيش مليانة وملعقة مكومة تولي هي بيدها 2 ملاعق. شوفوا كيفاش القياس اللي استعملته. ملعقة عادية على كل 100 جرام من الشوكولاتة نستعملوا ملعقة متاع أكل من السكر المحور. وما تنجموش تعوضوا السكر المحور بالسكر العادي، لازم في الوصفة هذه تستعملوا سكر جلاس. لهنا توا الشوكولا متاعنا ذابت نتحصلوا عليها بالشكل هذايا. في المرحله هذه باش نضيفوا عليها كميه السكر جلاس. لكن لهنا حبيت نقول لكم ونأكد عليكم قبل ما نبدا نحضر الجناش متاعي حطيت كاس ماء يبرد في الكونجيلاتور من بعد باش نستحقوه في الوصفه هذه. ولازم الماء يكون بارد جلاسي، ما نستعملوش ماء عادي. السر في الوصفه هذه لازم يكون الماء بارد جلاس. لهنا تو في المرحلة هذه باش نحاول نخلط السكر مع الشوكولا مليح حتى لين نتخلصوا من أي حبيبات متاع سكر. كما شفتوا لهنا بكل مارينز نخدم مليح الخليط متاعي. لهنا تو هذايا هو الجناش متاعنا في مرحلة أولى نتحصلوا عليه بالشكل هذايا بعد ما خلطنا فيه كل كمية متاع السكر. عندي لهنا كيس ماء بارد جلاس، لازم يكون ماء بارد مليح. توا لهنا باش نصب كمية قليلة متاع ماء ونخلط الخليط متاعي. في المرحلة ذي خليت الفيديو يمشي عادي، نحب نوريكم القوام متاع الخليط كيفاش يولي باش ما تخافوش إذا كان تحصلتوا عليه بالشكل هذايا. هذاك هو في المرحلة الأولى. لهنا في المرحلة الأولى الخليط متاعكم يولي أحرش ويولي يابس. شوفوا كيفاش لهنا، لكن ما تخافوش منه، تقعدوا تخدموا فيه بشوية. لهنا في المرحلة هذه عبارة تعصدوا فيه في نفس الوقت. لهنا نعصد وباش نزيد كمية أخرى متاع ماء حتى لين يتحل معايا الجناش متاعي. شوفوا كيفاش لهنا ولا يابس وتحسوه كاريمون يعني ولا أحرش. تحاولوا لهنا تخدموه بك المارينز هذيكا، تعصدوه مليح. شوفوا حتى في القاع متاع الكسرونة كيفاش يباس. نقعد لهنا توا نخدم فيه حتى لين يولي عنا ليس يولي يلمع. شوفوا كيفاش لهنا باش نخدموا على الكسرونة عبارة نعصد فيه. في المرحلة هذه ما ضفتش كمية أخرى متاع ماء باش نعصدوا حتى لين نتخلصوا من أي كويرات، يعني كالحبيبات وكالكويرات الكعابر الكل يتنحاو. يولي عنا لهنا خليط يعني متجانس ما فيه شكل كويرات والكعابر. ومن بعد باش نضيف كمية أخرى متاع ماء. تو تشوفوا من بعد كيفاش يولي يلمع ويولي ليس على الآخر. وبالنسبة للجناش هذيا راهو جناش احترافي، راهو يخدموا فيه في لي غران باتيسري يخدموا الطريقة هذيا وما يحطوش الكريمة السائلة. باش نضيف لهنا توا كمية أخرى متاع ماء
ونحلها بشوية بشوية كما عملنا في المرحلة الأولى. وبالنسبة للفيديو هذايا راهو موجود في القناة، تو نخلي لكم الرابط نتاعو في صندوق الوصف، ترجعوا له وتتبعوه. موجودة الطريقة كيفاش تحضروه وكيفاش زادة تعملوا غاناش مونتي إذا كان تحبوه، يعني باش تغلفوا بيه، ما مش تغلفوا بيه، باش تعملوا بيه الحشوات مثلا. بالنسبة للغاناش هذايا تو اللي باش نحضروا معاكم باش نغلفوا بيه الجاتو، لكن إذا كان نتوما باش تعملوه مثلا في حشوات كيفاش تطلعوا الغاناش نتاعكم موجود في الفيديو اللي سبق وشاركته معاكم. نفس الشيء لهنا، تقعدوا تعصدوا فيه حتى لين يولي ليس. لهنا تو باش نسرع العملية هذيا خاطر مرحلة طويلة تقريبا فيها 6 دقائق، وتو تشوفوا النتيجة اللي لازم نتحصلوا عليها. لهنا كل ما نضيف كمية متاع ماء ونخدم الغاناش متاعي على قد ما يولي ليس وعلى قد ما يولي يلمع. هذه هي تو الجاتو نتاعنا، خرجتها من الثلاجة باش نحيو لها البابي فيلم ونخرجوها من الكادر نتاعها ونصبوا عليها الغاناش، ونعاودوا نرجعوها مرة أخرى للثلاجة تقريبا ربع ساعة تشد روحها شوية، ونرجعوا باش نقصوا لها الجناب نتاعها. بالنسبة للديشي هذوكم باش نحضروا بهم من بعد دي فيغين سكري. بالنسبة لكم انتوما إذا كان تحبوا تحتفظوا بالجاتو نتاعكم كامل وتستغلوه من غير ما تنحيوا منه الأحراف نتاعو، تو نقول لكم شنو تنجموا تعملوا له. بالنسبه للسكينه لهنا اللي تعديوها ماذا بكم تغطسوها في شويه ماء سخون باش تكون العمليه سهله، وقبل ما تعديوها في الجاتو ماذا بكم تنشفوها. هذايا هو تو الجاتو نتاعنا بعد ما نحيناه من الكادر نتاعو ونتحصلوا عليه بالشكل هذايا. في المرحله هذيا باش نصبوا عليه الجناش اللي سبق وحضرناه. بالنسبه للجناش في نفس الوقت حضرت الجناش من هنا، هذايا هو القوام الاخير نتاع الجناش نتاعنا. الجناش راهو بارد على خاطر الماء اللي صبيناه فيه ماء جلاسي ولو الشوكولاته سخونه، لكن الماء ذاك بردها وطيح لها في السخانه. وفي نفس الوقت الجاتو نتاعنا كان في الثلاجه ليله كامله يعني بارد. لهنا تو باش نوزع الشوكولاته هذيا كلها على الجاتو نتاعي، ومن بعد باش نعملوا فيها زينه خفيفه على شكل امواج. لهنا باش نوريكم الزينه اللي عملت هذيك على شكل امواج كيفاش تعملوها، طريقه سهله ماهله بالمارينز. لهنا تعديوا عليها بالشكل هذايا باش تعطيو لك السيرفاس نتاعها شكل مزيان. وتوا باش نعاودوا نرجعوها للثلاجه مده ربع ساعه تقريبا في ساعه ما يجمد الجناش ويشد روحه، ونرجعوا باش نقصوا لها الاحراف نتاعها. لهنا تو باش نبداو نقصوا الجاتو نتاعنا، نستحقوا سكينه كبيره وتكون سكينه ماضيه والا كالسكينه المشرفه اللي نقصوا بها الخبز. والسكينه نتاعكم ماذا بكم تغطسوها في ماء سخون وتنشفوها مليح، ومن بعد تقصوا بها الجاتو نتاعكم، خاصه اذا كان خرجتوه من الكونجيلاتور. هذا هو الشكل نتاع الجاتو نتاعنا، يجي مزيان برشا. بالنسبه للسكينه والاستيوس نتاع الماء سخون باش تقصوا قصه مزيانه ومرتوبه. لهنا تو باش نقصوا من 4 جهات. بالنسبه لكم انتوما اذا كان تحبوا تستغلوا الجاتو نتاعكم كامل، ممكن وقت تصبوا عليه الجناش والجناش مازال سايل تعديوا على جناب الاربعه، ومن بعد تغلفوه بالفاكهه المهروشه في نفس الوقت مازال الجناش سايل باش هكاك تشد الفاكهه، والا تستعملوا شوكولا تغلفوا بها، والا انتم على حسب الرغبه نتاعكم باش تحبوا تزينوا الجاتو نتاعكم. بالنسبه لي انا الحرف هذوما من بعد باش نستغلهم باش نحضر بهم دي فيغين سكري، تو نشاركهم معكم ان شاء الله. العمليه نتاع القصان سهله ماهله، فقط لهنا تحاولوا كما قلت لكم كل مره تغطسوا السكينه نتاعكم في الماء سخون وترتبوا القصه نتاعكم، بقدره ربي تجيكم جاتو مزيانه برشا خير من اللي تشريوها من المحلات. هذايا هو تو الجاتو نتاعنا في المرحله هذيا تقريبا حضر كما شفتوا الشكل نتاع الامواج يجي مزيان برشا. الجناش نتاعنا لهنا توا شاح نتحصلوا عليه بالشكل هذايا. بالنسبه للجناش جربوه راهو بنين برشا والوصفه سهله واقتصاديه. الطبقات نتاع الجاتو كيما شفتوا يجيو مزيانين برشا وفارقين، وكل حبات نتاع الجوز هذوكم زاده بنين برشا. هذوما لي ديشي اللي نحيناهم، وكيما قلت لكم اذا كان تحبوا تحافظوا على الجاتو كامل قبل ما يبرد الجناش ويجمد لازم تعديوا على الحرف نتاع الجاتو وتلصقوا كميه من الفاكهه المهروشه. بالنسبه للزينه الاخيره لهنا باش نستعمل كميه من الفستق باش نتبعك الشكل نتاع الامواج اكل لي فاغ هذوكم باش نحافظ لهم على الشكل نتاعهم. واخر حاجه باش نحط 3 حبات من سوريس كونفي، وهذا هو الجاتو نتاعنا يكون عنا حذر. ونتعداو باش نوريكم كيفاش تحضروا لي فيغين سكري وتستغلوا الديشي اللي تنحيوه من الجاتو، وتنجموا زيادة تعملوا به وصفه نتاع معشعش. ان شاء الله في فيديو من الفيديوهات نشارك معاكم طريقه تحضير المعشعش، وصفه بنينه برشا وسهله ماهيش صعيبه.
لهنا تو بالنسبة للفيغين باش ناخذوا كديشي متاع الجاتو نقطعوا منه قطع متساويين بالشكل هذايا ونعبيو ليفيغين متاعنا. وماذا بيكم لهنا كي تقطعوا قطعة كاملة يكونوا فيها النكهات الكل، طبقة متاع الكاكاو، طبقة متاع الفاني، من الكريمة متاع الزبدة اللي حطيناها، الفرامبواز، الجوز، باش هكاكا يكونوا النكهات الكل مخلطين مع بعضهم. لهنا تو بعد ما عبينا ليفيغين متاعنا ناخذوا ملعقة متاع قهوة ونضغطوا على كل كمية متاع الجاتو بالشكل هذايا باش تولي عنا السيرفاس متاعها مستوي والشكل متاعها مزيان مغبغي. ومن بعد ما نكملوا نعملوا العملية هذية نمسحوا لها الجناب متاعها باش من بعد تجي مرطوبة ومزيانة. العملية هذية توا باش نخدمها معاهم الكل، نكمل المرحلة هذية ونرجع لكم باش نوريكم كيفاش باش نزينهم. لهنا توا بالنسبة لعملية الزينة تقعد اختيارية على حسب الذوق وعلى حسب الإمكانيات. عندي لهنا كمية متاع بيستاش مهروش، باش ناخذ لهنا توا كمية متاع بيستاش مهروش في الجناب متاع الفيغين نوزع عليها في الجناب الكل بالشكل هذايا. ومن بعد باش ناخذ كمية متاع فرامبواز نحط عليها كمية في الوسط متاعها. وعندي لهنا كمية من كريمة الزبدة. بالنسبة لكريمة الزبدة قعدت لي منها كمية احتفظت بها في الثلاجة، خرجتها رجعتها بالحرارة متاع المطبخ، رجعت بالحرارة العادية، من بعد زدتها كمية متاع كاكاو وعاودت ركضتها شوية حتى لين رجعت بالقوام اللي حاجتي بيه باش نزين بها الفيغين. اخر حاجة لهنا توا باش نخدمهم الكل بالشكل هذايا. وعندي زيادة كمية أخرى متاع بوفريوة مهروشة بنفس الطريقة، كمية باش نخدمها بالبوفريوة المهروشة وكمية أخرى باش نخدمها بالبيستاش المهروش. نحطوا لهنا كمية من الفرامبواز، نزيدوا نعبيو شوية كل حراف باش يبداو مزيانين. لهنا توا بعد ما حطينا فيهم كمية متاع فاكهة مهروشة وضفنا عليهم كمية من الفرامبواز باش نحطوا عليهم كمية من كريمة الزبدة اللي سبق، وزدناها كمية من الكاكاو وركضناها مليح، رجعت عنا بالقوام هذايا. واخر حاجة باش نزينوهم بشوية كيوي والا شوية سوريز كونفي، وباش نحط زيادة فوقهم كعيبات متاع بفريوة. والزينة تقعد اختيارية، هذه فكرة بسيطة وانتوما تعملوا على حسب الذوق متاعكم. هذايا هو تو الفيديو متاعنا يقف لهنا. كيما شفتوا الجاتو متاعنا يجي مزيان برشا ما شاء الله، الشكل متاعو راقي كيما اللي يتباع في المحلات، والطعم متاعو روعة أبن حتى من اللي تشريوه حاضر. إن شاء الله تجربوا الوصفة هذيا وتتمتعوا بها وتحضروها لجميع مناسباتكم. حتى لي فيغين زادا يجيو مزيانين برشا، وكيما شفتوا طريقة التحضير سهلة مهلة. إذا كان عندكم أي ملاحظة وإلا استفسار ممكن تتواصلوا معايا على جروب فيسبوك القناة كويزين باي إينال. وإن شاء الله زادا تزوروا مطبخ أم يوسف التومي وتشوفوا الوصفة متاعها اللي قدمت هنا ميلفوي سالي مزيان برشا وراقي، وتشجعوها وتتبعوها في القناة متاعها. وكما قلت لكم تو نخلي لكم رابط القناة متاعها في صندوق الوصف. آخر حاجة نقولوا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم من لا كافية له ولا مؤوي. إن شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم النعمة. نتقابلوا إن شاء الله في وصفة أخرى ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.